سؤال محير الناس كلها. في الأواخر كده كله فيديوهات كده منتشرة. القلقاس بيتغسل ولا لأ؟ القلقاس يا جماعة بيتغسل ولا لأ؟ اكتبولي في التعليق، وأنا عايزة أشوف آرائكم، وعايزة أشوف أغلبية الناس بتقول إيه في التعليقات. بيتغسل ولا لأ؟ تمام. وأنا طبعا هنزلكم بفيديو تاني إن شاء الله. طيب القلقاس بتعملوه بالطماطم ولا بتعملوه بالسلق المحمر؟ برضو اكتبولي في التعليقات، وعايزة اشوف اغلبية الناس هتكتبلي في التعليقات ايه والاراء. ان شاء الله لو عجبك الفيديو بتاعنا، والفيديو بتاعنا فيه اسئلة كتيرة جدا ان شاء الله تعجبك. لو لسه مبتدئة او لسه محتارة تغسليه ولا لا، كنت بتغسليه وطلعت الاشعاعات عليه اللي هو ما بيتغسلش، او طبعا العكس، انزلي حالا حطي اللايك بتاعك وكومنت حلو من ايديكي، واكتبيلي في التعليقات زي ما اتفقنا بيتغسل ولا لأ، وبتطبخيه بالطماطم ولا بالسلق. واشتركي في القناة، كلمة اشتراك على الشمال اتكي عليها واختاري الكل، وتكوني انضميتي للقناة بتاعتنا. انا النهاردة ان شاء الله الفيديو بتاعنا على جزئين. اول جزء معانا حبينا ندردش كده مع بعض، القلقاس بيتغسل ولا لأ، بيتعمل بالطماطم ولا بالسلق ولا لأ. وكلنا طالعين ناشئين من بيوتنا كده واحنا صغيرين، اتجوزنا شوفنا امهاتنا بتعمل القلقاس ازاي. يعني ايه، خلينا كده ايه واقعيين. انا طالعه من عند امي كده، طالعه بغسله، يبقى هفضل طول عمري هغسله. لو مين بالذي قال لي ما بيتغسلش، لا هغسله وهنزل الماده المزفلطه منه كده. انا طالعه كده. نفس الكلام برضو في ناس طالعة شايفة برضو أهلها، شايفة أمها ما بتغسلهوش، بتجففه كده بفوطة وبتطبخه على طول. لو مين بالذي قال لها اغسليه مش هتغسله. فهو دوت السؤال اللي أنا بشوفه يعني بشوفه كتير جدا. القلقاس بيتغسل ولا لأ؟ على حسب النشأة اللي انت طالعة منها. أنا بغسل القلقاس بغسله، بدعكه دعكة كويسة جدا، بغسله مرتين 3 لغاية ما بنزل المادة المزفلطة منه كده، لغاية ما بتختفي خالص. طب بتغسليه بمية باردة ولا بمية سخنة؟ لا، بغسله بمية باردة. تمام. حاولت اللي انا اعمله بالمنشفة، استحالة، ما جاتش معايا خالص. حتى لو هي دي الطريقة المظبوطة انا برضو مش هعملها. القلقاس مش اي حد تقدري تاكلي من ايده كده القلقاس. بصراحة انا عن نفسي معرفش شكله ولا من ايدي او من ايد امي مثلا. ليه؟ لان طول عمرنا نقوله المادة ديت المزفلطة لازم اتأكد منها نزلت ولا لا، والكلام دوت. اكتبولي بقى في التعليقات بتغسلوه ازاي، بتغسلوه بمية سخنة ولا بمية باردة، وبتنشفوه ولا مش بتنشفوه. وان شاء الله هنزل لكم بالفيديو التاني باذن الله، ونعمله احلى للقاس بطريقه جميله جدا. بس مش هقول لكم انا هعمله بالسلق المحمر ولا هعمله بالطماطم. هخليها لكم كده مفاجاه ان شاء الله. وكمان هقول لكم على الطريقه المظبوطه للتقطيع. بشوف ناس كتيره جدا ما بتعرفش تقطع القلقاس، بتقطعه عند الراجل او فاهمين، او عند البياع بتقطعه. هقولك على طريقه جميله جدا. بشوف كذا طريقه على اليوتيوب بصراحه لتقطيع القلقاس، وهعملها معاكم ان شاء الله في الفيديو اللي جاي، وهقول لكم على النتيجه اللي هي طلعت من التقطيع. ادعوا لي يا جماعه، صوتي تعبان جدا، اعذروني بجد. صوتي تعبان خالص. ان شاء الله يرجع زي الاول واحسن باذن الله. هنا خلاص بقول لكم ان الفيديو اللي جاي ان شاء الله هنقوله بالسلق ولا بالطماطم. انزلوا حالا اكتبوا لي في التعليقات، وما تنساش تحطي اللايك. متحمسين اللي هم المبتدئين انتظروا اللي جاي باذن الله.